الفطار هو اهم وجبه في اليوم، ناهيك بقى عن اختلاف محتوياته، سواء هتفطر فول وفلافل او جبنه تركي وبيض بالبسطرمه او حتى لو هتفطر كشري. لكن الاكيد ان الفطار هي وجبه اساسيه في حياه طالب المؤهل العالي بشكل عام، وفي حياه طالب الفنون الجميله بشكل خاص. ونظرا ان شباب كتير بيعانوا عشان يعرفوا يفطروا فين في كليتهم في الزمالك، فاحنا عاملين الفيديو ده عشان نقول لكم على اشهر الاماكن وافضلها اللي ممكن تفطر فيها في الزمالك. لو انت بقى نفسك هفاك على الفول والفلافل والبطاطس والفطار المصري الاصيل الجميل ده، هتلاقي عندنا هنا في الزمالك 2 من اشهر محلات الفول والفلافل والبطاطس. اول واحد فيهم اسمه اخر ساعه، ده مش بعيد عن الكليه وتقدر توصل له بسهوله. وفي واحد تاني مشهور وتم تسميته مؤخرا بسكالانس الزمالك، واسمه السابق للناس القديمه المحل اللي جنب الزعيم. ونصيحه اخويه مني، جرب من عنده الجبنه بجد ملهاش حل. اسمها فول وطعميه. يالا مخلل بطاطس جمبري جبنه قديمه ومخلل فول بطاطس. تعالى يا احمد خش كلوس. خش عليا يا احمد. يا الله الفول لا تعرف مخلف قفاه. البطاطس لازم تتاكل سخنه بجد، معفنه وهي بارده، وفي مخلل الريفيو المخلل. المهم اول حاجه البطاطس ما تتاكلش غير وهي سخنه يا جدعان، يعني ما تجيبهاش وانت وراك محاضره وتغيب على المحاضره. لا الفول لا. وريني الفول لا. جبنه ما تحبش الجبنه؟ دوت الفول لا. حلو جامد قوي الفول، حلو. بس البطاطس تاكلوها سخنه، اقسم بالله ما اقول غير كده. مخلي فيه تنوع رهيب بجد. يعني انت عندك جوه محطوط لك ليفت باصي اغلب شويه كمان، محطوط لك كاروتس. عايز ايه؟ اغلب. خد فين الفول؟ بحب البرتقاني. برتقاني. انت اكلت الفول؟ خيار. يا اسطى ايه وحش؟ يا اسطى تاكلوا ليه؟ انا اللي عايزها. هو انا بطلعها عشان تاخدها من ايديا؟ خلي لوحده طعمها حلو. الجبنه جوسي قوي. لو انت بقى نفسك مش هفاك على الفول والفلافل والبطاطس والاكل الحرش ده، ممكن تكون عايز كريب او بيتزا او فطير، هتلاقيهم كلهم متوفرين عند الزعيم، وهو المحل الملاصق لسكالانس الزمالك، وبرده ما يعتبرش بعيد خالص عن الكليه. هو مسميه الصدق اسكندراني، بس هم هنا بيقولوا عليه سجق، مش كده؟ انت متخيل الاسكندرانيه بيعملوا ريفيو الفنون الجميله الزمالك؟ خش لي يا الله يا الله يا الله. بس التفاصيل والديتيلز انت. يلا بينا. عملوا نصف النهارده جامد قصدك مش كده؟ ولا سجق يعلي يرفع الروح للي خلقها. نجرب بقى ايه دي فطيره بشكل جبن. شيرس. ناكل حته صغيره عشان انا خايف. ماشي حته صغيره. حته صغيره. هي يمكن عشان ساعه. حلو فطيره مشكل جبن. انما انت بقى لو بطريقه ما بقيت موجود في الممر، ولو انت جديد لا تقلق، انت غصب عنك هتعرف ايه هو الممر. هتلاقي ان اشهر اوبشنات موجوده هناك بخصوص الاكل هم عند موحه وسيطره. عند موحه تشكيله من سندوتشات البقالي سواء الحلو والحادق، وسيطره هتلاقي عنده تشكيله من الكريبات على سندوتشات السوري والحاجات دي برضه. عندنا كريب مش عارف اشيله برضه، ما يتاكلش غير وهو سخن يا جدعان، عشان الراجل ده تصدق عشان نشوف الشده. يعني هتشد انا وانت. هعمل البطه. بص امسك انت يا الله يا الله خش كلوس. ايه ده؟ خرب بيت الشد عليك. هيركبها في المونتاج، هيركبها في المونتاج. ايه ده؟ طب والله جامد. اللهم عز النعمه. جامد قوي، بس انا محتاج ادخل الحمام. في الوقت يعني ايه الوضع نقيم العيش كان نديله واحد من 10. نص جبنه بتشدش يا جدعان. انجز انجز ادفع حد كده خلاص، هات يا من الجبنه. انما انت بقى لو لسه من الناس المرفهه ونفسك هفاك على شاورما، فاحنا عندنا هنا في الزمالك اوبشنات كتير. عندك الرفاعي وعندك الدمشقي وعندك صاج وشاورما اشهر واحد فيهم والاقدم. وللاسف كان لصاج فروع قريبه من الكليه، لكن يعلم هل بتترمم هل هيقفلوها خالص الله اعلم. لكن الاكيد ان اقرب فرع بالنسبه للكليه هو اللي في وش سينما الزمالك. ممكن نقيم. هو كان بيقيم يعني. بص بيتكم والله طهماجه طيب. ندخل على فقره خليك لا يبترس. امسك المقص باشا. يعني المنظر يعني امسك كبير. انا هديك حته منظر كويس. ممكن نبدا. عايز تجرب؟ مش قوي. مش عايز يجرب. عايز اجرب 3 2 التاكل سخن برضه يا جدعان. والله التاكل سخن. ما هقول لكم ايه اكتب يا جدعان ارجوكم، يعني عشان بس بنصور لكم يعني حاجات عشان كده.
انتوا طبعا كده كده هتجيبوه سخن وتاكلوه، فهو جامد. وكده ابقى وفرت عليك اللفه وجبت لك من ابو اخر بخصوص تفطر ايه بره الكليه. قول لنا انت بتحب تفطر ايه في الكومنتات. ولو انت من معسكر تفطر في البيت فحب اقول لك ان انت شخص ممل ومضيع على نفسك تجارب ومغامرات وامراض كتيره قوي كان ممكن تختبرها لو اكلت من بره. بس نصيحه مني، جرب على الاقل تاكل من بره، صدقني هتنبسط. اعمل لي لايك واعمل اشتراك لو مهتم بالمحتوى ده، وما تنساش تعمل مشاركه عشان اكبر عدد يستفيد من تجربه الفطار دي. في الختام انا عبد الرحمن يسري، واهلا بكم في يسري الوثائقيه.